مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في مستهل حلقة جديدة من برنامج أبعاد. كالمعتاد البرنامج يناقش آخر التطورات ويقف عند أهم الموضوعات والمستجدات. ضيفي هنا في الاستوديو اللواء خالد غراب، الخبير الاستراتيجي والعسكري، لأقف معك على آخر المستجدات وأهم الموضوعات. أهلا ومرحبا بك. مرحبا بك سيدي الكريم وبجميع المشاهدين. معالي اللواء، الآن مر شهر أو حوالي شهر على عدوان أمريكي بريطاني مباشر على اليمن. ماذا لو نحاول أن نلخص ما جرى خلال هذا العام، التكتيكات اليمنية في مواجهة هذا العدوان، وما الذي يمكن أن نقول أن هذا العدوان قد حققه مقارنة بما أعلنه من أهداف؟ نعم، لا إذا نتكلم عن ما حققناه خلال العام أو خلال هذا الشهر، إذا نريد نقول نتكلم عن ما حققناه خلال هذا الشهر. نعم. منذ نكفى العدو الإسرائيلي بمباركة أمريكية، الاتفاق الذي عقدوه مع حماس وعادوا بالعدوان على غزة، وأيضا التدخل اليمني بعد تلك الأربعة أيام الذي أعلنها سماحة السيد القائد وحذر بها الإسرائيلي من كمهلة. أنه نعم. من أجل أن يرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في غزة. وأتت ذلك العدوان الأمريكي على اليمن بعدها، ثم بدأ الانتقال إلى العمليات العسكرية الكبرى باتجاه غزة، ما يعني أن الاتفاق الأمريكي الإسرائيلي هو تصفية القضية الفلسطينية، احتلال غزة ومصادرتها وتسليمها للأمريكي، يعني أصبحت غير حتى معلنة، يعني أصبحت معلنة غير مخفي. نعم. سرية. لكن المريب هو الصمت العربي. اليمن هي تتدخل، هي عسكريا شعبيا، يعني مظاهرات. نعم المظاهرة خاصة حق يوم الجمعة الماضي، طبعا هي رد على المشروع الأمريكي بالحرب النفسية على اليمن. بدأ الترويج الأمريكي أن اليمن هي كأنها يقول أنها مجبورة أن توقف مع غزة، لكن الشعب لا يريد ولا يعتبر غزة أولوية. كأنه يقول أن القيادة هي فقط من تحاول أن تجير موقف الشعب اليمني لصالحها، لكن الخروج المليوني إلى 70 وإلى بقية الساحات في المحافظات، وذلك يعني الزخم الجماهيري الكبير. نعم. نعم، والغضب اليمني وراء الجميع، حتى وإن كانت تصريحات فردية أنهم يريدون أن يكونوا مجاهدون، وأن لو يعني تمنح الفرصة لذهبوا للقتال، ويطلبوا من القيادة ومن القوات المسلحة تكثيف العمليات. هذه أحبطت ذلك المخطط.